نو ما كنتش حاضر الحادثه، مي كنت دايز في الطريق، بان لي الراجل طاح قدامنا. حنا صحابنا غير شي واحد سكران ولا بحال هكا. فاش مشينا قربنا ليه لقينا بانه مضروب بزاف، مضروب في الراس ديالو، وفي جيت في اليسار ديال رجليه. مشيتي معاه للسبيطار؟ وي انا اللي ديتو، انا والخال كيفاش ديالو. كانت الحاله ديالو؟ واش كان مازال على قيد الحياه ولا لا؟ اين فوا طلعنا لومبيلونس وصلنا للطيرون مات. سبب الوفاه؟ هي الضربه ديال الرجل اللي مضروب في الرجل اليسار ديالو، هذيك هي اللي ادت الموت ديالو. شحال كان فيه من ضربه؟ كانوا في شي خمسه ضربات، ولكن الضربات اللي باينين بزاف واللي قدروا يؤديوا للموت ديالو هي الضربه ديال الرجل، حيت جات في الجهه ديال القلب والعروق ديال، فهمتي يعني، العروق ديال القلب كاملين دايزين من تما. واخا قول لنا فين كاينين هاد 5 ضربات؟ كاينه وحده في الراس ديالو، وجوج مور العنق ديالو، وحده في رجله، وحده عاوتاني في راسو من اللور. حسب التعليمات وحسب داك الشيء اللي حضرت له انا بعدا شخصيا، هذا كان نزاع ما بين واحد جوج ديال الدراري اللي هو كيتجلى في واحد الشخص اللي هو اعتدى على واحد الاخ ديال واحد الدري هنايا والبارح، على حسب الشهود اللي كانوا حاضرين والبارح. واليوم تمت كما كيقولوا الانتقام ديال الاخ ديالو، وضربوه في قدام البيت ديالو. الضربه اللي كانت خطيره وادت بالوفاه ديالو، ورغم على المسافه اللي قبط من قدام الدار الى ان كان غادي بالجرح والعنق ديال الضربه خلاته انه ياخذ واحد المسافه ديال الطريق حتى طاح في الزنقه وجات لومبيلونس. الوقيته اللي جات لومبيلونس هو باقي ديك الساعات كيلفظ الانفاس ديالو، ولكن في الطريق لفظ الدم ولا ماتو. من بعد الحراسه المشدده في الوقت اللي توصلت الشرطه بانه راه قالوا بان راه توفى وداك الشيء، بقات الشرطه هنا الى حين انه توصلوا بانه هو مشى غادر البيت هنايا ومشى لواحد البيت اخر، بقى ساكن، بقى مخبي فيه الى توصلوا مشاو خداو من الحي المنطقه المطهره.